tenha, iyi dikkat edin. Bugün anladık bırakın bu tarafı. Nerede bir medrese varsa buradan gitti. Buralardan gitti. Bırakın geçmişi. Şu anda bile Türkiye'nin neresinde bir İslami eğitim varsa, İslami bir öğretim. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أحييكم من هنا من ديار بكر من هذا الاحتفالية الكبرى بذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ يواكب في هذه الذكرى بالتاريخ الميلادي أننا أيضا ندعم المقاومة ونقف معها ونساندها بكل ما نملك من قوة مادية ومن قوة معنوية، ونقول لهم أننا لا يمنعنا عنكم إلا تلك الحدود التي هي أقيمت بين البلاد بغرض أن يمنع المسلمون عن الوقوف معكم ونصركم، لكننا نقف معكم ونناصركم بكل ما نملك، بأرواحنا نقف معكم، بأموالنا نقف معكم، بالدعاء نقف معكم، بنشر دعوتكم وبنشر قضيتكم وبالتعريف بها نقف معكم ونساندكم في جميع الأحوال. فقضية فلسطين وقضية غزة هي قضيتنا الأولى وهي في القلب منا، ونحن لا ننساها أبدا، لا نحن ولا أولادنا. ونحن إذ في هذه الاحتفالية المليونية التي لا تقول إلا شيئا واحدا، أنها وعلى هدى النبي صلى الله عليه وسلم تقف مع هذه المقاومة وتدعمها، وأنها تساندها بكل أشكال الإسناد والمقاومة في جميع الأوقات، وإلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى منتصرة يوم أن نلتقي في ساحات المسجد الأقصى محررا منصورا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جئنا إلى هذا الحشد المبارك أولا لنشارك أهلنا وأحبابنا في ديار بكر إحياء ذكرى مولد النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأعظم بها من مناسبة، فوجدنا هذا الاحتفال العظيم الذي ينم عن ما في قلوب أهل هذه البلدة المباركة من تعظيم ومحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، والتي تحمل في طياتها أيضا محبة وتضامنا مع القضية الكبرى التي تحياها الأمة الإسلامية، بل هي القضية المركزية في الظرف وفي الوقت الحالي، قضية غزة. فهم يهتفون بقلوبهم وألسنتهم أنهم مع غزة العزة، وينتظرون لحظة الانتصار الكبير، ويقولون متى هو؟ كل عسى أن يكون قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. حقيقة نحن في يوم عظيم جميل نشعر فيه بالأخوة الإسلامية وبالوحدة الإسلامية. جئنا بدعوة كريمة ونحن في أتم السعادة وفي أكبر الفرحة، خاصة ونحن نرى هذه الجموع العظيمة التي جاءت كلها محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو شخصية جامعة لهذه الأمة، وشخصية لا يختلف عليها اثنان حقيقة، فهي تجمع الأمة ولا تفرقها. واليوم نحن نرى هذا الجمع العظيم ما هو إلا نواة من يعني لجمع هذه الأمة ولوحدة هذه الأمة. والحقيقة نحن رأينا في إخواننا في تركيا عامة، في ديار بكر خاصة، هذه الوحدة وهذا الحب وهذه الألفة العظيمة وهذا الأمل العظيم في أن تكون هذه الأمة بإذن الله تعالى أمة مجتمعة حول من؟ حول محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد عليه الصلاة والسلام الذي جمع الأمة منذ 1400 عام وأخرجها من الشرك إلى نور الإيمان، هو نفسه عليه الصلاة والسلام اليوم بكتابه وبسنته يخرج أيضا هذه الأمة من ظلمات الجهل ومن ظلمات الظلم ومن ظلمات الجور، يخرجها إن شاء الله تعالى إلى نور العدل وإلى نور الوحدة ونور الألفة ونور الانتصارات العظيمة التي رأيناها الآن في 7 أكتوبر في طوفان الأقصى، ورأيناها أيضا في أفغانستان وفي سوريا، ونراها أيضا في السودان. نتمنى أن نراها في كل دول الإسلام إن شاء الله، وجميعها مؤتلفة متحدة منتصرة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاحتفال المبارك في مدينة ديار بكر نحضره اليوم ونحن في حال عظيمة من السعادة
والحبور بأن هذه الألوف المؤلفة تحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فهمت من سيرته أنه كبير المجاهدين وقدوتهم وزعيمهم، وأن الذي يحصل في غزة اليوم إنما هو اقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد هذا الاحتفال المبارك ترفع فيه صور قادة الجهاد: يحيى السنوار، محمد الضيف، إسماعيل هنية، أبو عبيدة. هؤلاء الذين إذا ذكروا ذكرت المقاومة وذكر الجهاد. وهذا فهم صحيح لمعنى الميلاد النبوي والاحتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كما يصنع بعض الناس أن يكون الاحتفال عندهم خرافات ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان. فجزى الله خيرا أهلنا في ديار بكر على احتفالهم هذا المتميز، وفقهم الله لما يحب ويرضى.